حكايتنا بتبدأ مع ست عجوزة وهي بتحاول تكسر صندوق خشبي صغير، لكن فجأة بتستحوذ عليها روح شريرة وبتفضل تكسر عظم الست العجوزة لغاية ما بتموت. وبيشوف ابنها أمه وهي ميتة ومش بيكون عارف السبب، فبيقرر يبيع البيت وبيشتريه منه واحد اسمه كلايد، وبنعرف انه منفصل عن مراته من فترة، وبياخد بناته إيميلي وهانا وبيوريهم بيته الجديد. ووقتها بيكون صاحب البيت القديم بيفضي البيت علشان يسلمه لكلايد، وبتشوف إيميلي صندوق الخشب وبتطلب من باباها إنه يشتريهولها من صاحب البيت القديم، واللي فعلا بيرضى إنه يبيع لهم الصندوق. وبتبقى إيميلي فرحانة بيه جدا، لكن بيلفت نظرها ست شكلها مريب وبتبقى مركزة مع الصندوق. ولما بتمشي إيميلي وراها بتوصل لبيت قريب منهم، وبتشوف إيميلي من الشباك شخص ملفوف كله بشاش، وبيفضل يشاور لإيميلي من الشباك ويقول لها بلاش الصندوق. وفجأة بتظهر جنبه الست اللي شافتها إيميلي من شوية، وبتبص لإيميلي وكأنها بتتحداها أو بتخوفها، فبتترعب إيميلي وبترجع بسرعة على بيت باباها. وبتحاول إيميلي بمساعدة باباها كلايد إنهم يفتحوا الصندوق، لكنهم مش بيعرفوا. وبيوصل لكلايد مكالمة بيبلغوه فيها إنهم اختاروه علشان يكون واحد من المدربين في الدوري الأوروبي، وبيتحمس جدا للعرض. وبالليل بتصحى إيميلي من النوم وبتحاول إنها تفتح الصندوق، لكنها بتتفاجئ إنه بيتفتح معاها بسهولة، وبتبدأ تطلع الحاجات اللي جواه، وبتلاقي فيه أحجار غريبة وخاتم من العصور قديمة جدا وحشرة متحنطة وعرايس خشب. وبتستغرب إيميلي من محتويات الصندوق وبتقفله وبتاخده في حضنها وبتروح تنام. وتاني يوم بتصحى من النوم على صوت صراخ أختها هانا، وبتروح إيميلي وكلايد بسرعة لأوضة هانا وبتقول لهم إنها لقت حشرة غريبة على السرير بتاعها. وبتتصدم إيميلي أول ما بتشوف الحشرة، لأنها بتكون نفس نوع الحشرة اللي شافتها امبارح في الصندوق وكانت متحنطة. وبيخرجوا كلهم يتمشوا سوا، لكن إيميلي مش بتحكي لهم على أي حاجة من اللي بتحصل معاها. ولما بيروحوا على البيت بيدخل كلايد لأوضة إيميلي واللي بتبقى فاتحة الصندوق وقاعدة قدامه، وبيظهر انعكاسها في مراية الصندوق وكأن عينيها كلها بيضة وشكلها مرعب. فبيجري عليها كلايد ومجرد ما بيلف وشها بيلاقي ان شكلها طبيعي، فبينزلوا كلهم يفطروا سوا. لكن إيميلي بتبدأ تاكل بشراهة، وفي البداية بيحذرها كلايد ان اللي بتعمله ده غلط، لكنها مش بترد عليه، فبيتعصب كلايد وبيزعق لها. وبدون ما بتحس بتهرز إيميلي الشوكة في ايد باباها وبتطلع لأوضتها تنام. وبالليل بيتفتح الصندوق لوحده وبيخرج منه حشرات كتير. وفي نفس الوقت بتكون هنا بتغسل سنانها في الحمام، ولما بتفتح الدولاب تشيل الفرشة بيظهر لها عدد ضخم من الحشرات، فبتصرخ هنا وبيسمع كلايد صوتها. ولما بيروح لها وبيمشوا سوا ورا الحشرات بيكتشفوا ان مصدرها أوضة إيميلي. ولما بيفتحوا الباب بيلاقوا إيميلي قاعدة في وسط عدد ضخم من الحشرات وبتبقى مش في وعيها، فبيدخل بسرعة كلايد وبيشيلها وبيخرجها من الأوضة، وبيتصل وبيطلب شركة علشان تنظف البيت، وبيودي البنات يقعدوا الفترة دي عند مامتهم. وبيروح هو على شغله وبينسى ان النهاردة ميعاد حفلة فريق بنته هانا، فبيتصل عليها علشان يعتذر لها، لكنها مش بترد عليه وبتدي التليفون لإيميلي ترد عليه بدلها، واللي بتقوله ان هانا زعلانة منه ومش بتكلمه، وبتحذره انه يفتح الصندوق بتاعها او حتى يقرب منه. وبيقرر كلايد انه يروح ويفتح الصندوق علشان يعرف ايه اللي جواه، وبيستغرب من شكل الحاجات اللي لقاها. وفي الوقت ده بتكون إيميلي في الحمام، وبيظهر على ايديها بقع لونها اسود بسبب الخاتم اللي اخدته من الصندوق ولبسته في الحفلة، وبتحس انها مخنوقة وكأن في حاجة في بقها. ولما بتشوف في المراية ايه اللي بيحصل بتلاقي ان في ايد حد خارجة من زورها، فبتتخض وبتقفل بقها بسرعة. ولما بتحاول تبص في المراية بتلاقي الايد دي اختفت. وتاني يوم في المدرسة بيلاحظ ولد مع إيميلي في الفصل الصندوق اللي في شنطتها، وبيحاول انه يسرق الشنطة منها. وبتشوفه إيميلي وبتصيبها حالة من الهياج، وبتفضل تضرب زميلها بهستيريا وبتتحول على الأخصائية الاجتماعية. وبيتم استدعاء باباها ومامتها، وبتعرفهم الأخصائية إن سلوك إيميلي اتغير من وقت ما الصندوق ده ظهر معاها، وإنهم هياخدوا منها الصندوق ويخلوه في المدرسة لغاية ما أسلوبها يتحسن. وبالليل وأثناء سهر المدرسة في المدرسة بتسمع صوت خارج من الصندوق، ولما بتحاول تفتحه بيبدأ الدم إنه ينزل من عينيها، وبيتقفل عليها باب الفصل. وبيظهر الشبح المجهول واللي بيفضل يخبطها في الحيطة وبيرميها بعدها من الشباك لغاية ما بتموت. وتاني يوم بيبلغ كلايد بنته إيميلي باللي حصل مع المدرسة، وبترد عليه إيميلي ببرود إن المدرسة أكيد حاولت تفتح الصندوق. وبيحاول كلايد إنه يعرف من إيميلي إيه السر اللي في الصندوق، فبتعرفه إيميلي إن جواه صاحبتها الجديدة. وبيخاف كلايد على بنته وبيروح وبيتخلص من الصندوق في مقلب الزبالة.
ولما بيروح على البيت بيلاقي بنته إيميلي متعصبة وبتتخانق معاه إنه رمى الصندوق، وبتفضل تمثل قدام أختها إن باباها بيضربها، وبتخرج من البيت وهي بتجري لغاية ما بتوصل لمقلب الزبالة وبتاخد الصندوق منه، وبتفضل تتكلم معاه لغاية ما بيخرج منه حشرات كتير، وبتبدأ إنها تدخل كلها جوه بق إيميلي لغاية ما بيغمى عليها، وبيلاقيها كلايد وبينقلها بسرعة للمستشفى. وبسبب علامات الضرب الموجودة على جسم إيميلي بتتهم ستيفاني كلايد بإن هو اللي ضرب بنتهم، وبيتكلم برايت حبيب ستيفاني معاها وبيعرفها إنهم لازم يقربوا من إيميلي أكتر ويخرجوها من الحالة اللي هي فيها. وبيبدأ يظهر على إيميلي حاجات مش طبيعية وكأن في إيد في بقها وعينيها بتبدأ تبيض. وبياخد كلايد الصندوق وبيروح لدكتور جامعي في الروحانيات، واللي بيعرفوا ان الصناديق دي كان بيعملها اليهود زمان علشان يحبسوا جواها الارواح الشريره. فبيروح كلايد لايميلي وبيحاول انه يقرا جنبها جزء من الكتاب المقدس، لكن بمجرد ما بيبدا يقرا بيطير الكتاب من ايده، وبيتاكد وقتها ان ايميلي فعلا مسيطر عليها روح شريره. فبيقرر انه يسافر مدينه يهوديه قديمه وبيقابل هناك شخص اسمه صادق على امل انه يساعده، وفعلا بياخدوا صادق لجماعه يهوديه مهمتهم هي طرد الارواح الشريره، لكنهم بمجرد ما بيشوفوا الصندوق بيترعبوا كلهم. وبيتكلم الشخص المسؤول عن الجماعة إن الروح المحبوسة في الصندوق دي مش مجرد روح شريرة، دي روح ملعونة لدرجة إنها قادرة تستحوذ على الجسم اللي هي عايزاه من وهي في الصندوق، وإنهم للأسف مش هيقدروا يساعدوه. لكن النصيحة الوحيدة اللي ممكن يقولها له لو عايز يطرد الروح دي من جسم بنته، فالحل هو إنه لازم يعرف اسم الروح دي ويأمرها بالخروج من جسم بنته والرجوع للصندوق مرة تانية. وبتتخلى كل الجماعة عن كلايد فيما عدا صادق، واللي بيوافق انه يسافر معاه. وبنروح لستيفاني واللي بتصحى من النوم بالليل على صوت حركة قوية جاية من المطبخ، ولما بتنزل تشوف ايه اللي بيحصل بتلاقي ايميلي وهي بتاكل من التلاجة بطريقة مرعبة وهمجية، وبتفضل تزعق لمامتها بصوت مرعب وبتقول لها انها مش ايميلي بنتها، وبتهجم على مامتها علشان تموتها. لكن ايميلي بتفوق في اخر لحظة وبتحضن مامتها وهي منهارة ومش فاهمة ايه اللي بيحصل معاها. وبيحاول برايت انه يهدي من ستيفاني شوية وبيطمنها انه هيشوف دكتور نفسي كويس علشان يتابع حالة ايميلي. وتاني يوم بتظهر ايميلي في حديقة البيت وبيبقى شكلها مرعب، وبتبدأ انها تنهار لغاية ما بيغمى عليها، وبتشوف اختها ان في حشرة خارجة من بقها، فبتترعب هي ومامتها وبياخدوا ايميلي على المستشفى بسرعة. وبنروح لصادق وهو مع كلايد في العربية، ولما بيكسر مراية الصندوق بيعرف ان الروح اسمها إبيزو، وبتتصل هانا على كلايد وبتعرفه باللي حصل لإيميلي وإنهم دلوقتي هيعملوا لها أشعة مقطعية علشان يعرفوا عندها إيه بالظبط. لكن الأشعة بتظهر إن في راس شكلها مرعب موجودة جوه جسم إيميلي، ومش بيعرف الدكاترة إيه تشخيص حالتها. وبيوصل كلايد ومعاه صادق للمستشفى، وبياخدوا إيميلي بسرعة لمكان واسع وفاضي، وبيولعوا الشمع وبيبدأوا في الاستعداد علشان يعملوا الطقوس اللي هيطردوا بيها الروح. لكن إيميلي بتهجم على صادق وبتحاول إنها تموته، ولما بيقاومها بتهرب من المكان وبيطاردها كلايد لغاية ما بيوصلوا للمشرحة. ولما بيدخل وراها كلايد بتطلب منه إيميلي إنه يقرب منها، ووقتها بتهجم على كلايد وبتحاول إنها تموته هو كمان. وبيطلب كلايد من الروح إنها تخرج من جسم بنته وتدخل لجسمه بدلها، ووقتها بيوصل صادق ومعاه ستيفاني وهانا، وبيطمنهم كلايد إن كل حاجة بقت تمام. لكن صادق بيقول لهم إن في حاجة غلط، ولما بينادي على الروح الشريرة بصوت عالي بتبدأ الأنوار تطفي وتنور، وبيظهر إن الروح استحوذت على جسم كلايد وبتبيض عينه تماما، وبيخرج من بقه إيد شكلها مرعب. وبيفضل صادق ينادي باسم الروح لغاية ما بتخرج كلها من كلايد، وبيقدر إنه يحبسها مرة تانية في الصندوق. وبيعدي وقت وبنشوف إن كلايد رجع لحالته الطبيعية مرة تانية، وبيتصل بصادق وبيشكره على اللي عمله معاه، وبيطمنه صادق انه مسافر دلوقتي بالصندوق وهيتخلص منه بنفسه، لكنه مش بيلحق وبيعمل صادق حادثة وبيموت. وبينتهي الفيلم على ان الصندوق واقع لوحده في الشارع، في اشارة منهم ان الروح هتختار شخص تاني علشان تسكن جسمه، وبينتهي الفيلم.